لو صوتك وصل لفلسطين تحب تقول لهم ايه؟ مصر ان شاء الله في ظهركم، واثبتوا في ارضكم، اثبتوا وربنا هيقويكم. كمصريين احنا فاهمين المخطط، بنرفض ان الفلسطينيين يتهجروا من ارضهم لسينا، لان ده المخطط، وانت لو سبت ارضك يبقى القضيه بتاعتك انتهت، وبعد كده هم مخططهم يبتدوا يتسلوا على الدول العربيه. اقول للعالم كله بالذات انجلترا وامريكا، وعد بولفور واتفاقيه سبيكو اللي انتوا عملتوها، قسمتوا الدول العربيه لجزيئات عشان تقدروا تتحكموا فيها. وعد بولفور اللي جبتوا لنا بيه يهود اوروبا عندنا، اللي بيحصل في فلسطين من قتل وضرب او قصف او اي حاجه تغضب اي ديانه سماويه، انتوا ذات نفسكم الدم ده انتوا مشاركين فيه. اعملوا رجاله كفاح وحافظوا على ارضكم وورثوا المفتاح زي ما هو هيتورث لحد ما هيجي يوم، وان شاء الله هتطلع شمس نهار جديد على فلسطين حره. تحيا مصر بجيشها وشعبها وناسها واهلها ورئيسها. الدول اللي بتصنع التاريخ بتتعثر ولا تموت. ياما دول مرت بظروف والعالم كله وقف يتفرج عليها، وبعد كده الدول دي قامت وكملت دورها في نشر النور في العالم. الشعوب جاية مهما حصل، ودي رسالة بنبعتها للعالم كله. إلى عواصم العالم انتبهوا، إن النظام العالمي الجديد وضع خصيصا لتدمير أمتنا بيد قتلة الأنبياء.